اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. طبعا مش عملت فيديوهات من زمان عشان كنت الفتره اللي فاتت تعبانه فيها، فطبعا كنت عامله عمليه في ضرسي. الحمد لله، يعني الحمد لله على ما جايبه نعمه وفضل من عند ربنا. طبعا معانا النهارده غدا سخن، ورجع لكم في فيديو حاجه كده من الاخر. هوريكم هنعمل ايه النهارده، وحاجه عظمه على عظمه على عظمه يا ست. يلا كده نشوف هنعمل ايه. هوطي لكم الكاميرا. بصوا معايا النهارده ملكه الحله بالنسبه لي، يعني هي كده بالنسبه لي دي الملكه النهارده. هي معايا كرشه، هي بسم الله ما شاء الله. والكرشه دي اصلا نوعها ما بياخدش ولع، يعني ما بياخدش نار وهي تنعم. معايا لحمه راس اهيت متقطعه وزي الفل اهي، ومعايا فشه. طبعا مبعوت لي الفشه على بعضيها بسم الله ما شاء الله عليها روعه. طبعا انا نقعها عشان تصفي جميع الدم اللي في الزور. بصوا الزور عامل ازاي تحفه اهو. ومعايا طماطم اهي عشان طبعا النهارده هنعمل الاكل ده اللي هو الاكل لمه المذبح، من فشه للحمه راس لكرشه، لمه المذبح النهارده. ومعايا طماطم عشانهم، بس هعمل نوع تاني عشان ولادي ما بياكلوش الكلام ده. هعمل لهم كشري مصري جنب الاكل ده. هيبقى معايا اليوم النهارده متعب وشاق جدا وبسم الله ما شاء الله. طبعا معايا علبه البوتاجاز اهو حاطه الميه بتغلي. طبعا الميه ما فيهاش اي حاجه. هجرب لكم الكاميرا اهو عشان اوريكم ان الميه بيضه زي البفته، والله ما فيها اي حاجه. هوطي عليها شويه وهفتح الكرشه اهي. بصوا هنزل بيها في الميه على طول، بس مش هستنى عليها، يعني يا دوبك انزل كده اهي. بصوا هوريكم حاجه. بصوا شايفين؟ قولوا شايفين، عارفين قولوا عارفين اهو. بسم الله ما شاء الله عليها. نوعيه الكرشه دي اصلا فظيعه اهو. بصوا شايفين اهي، يا دوبك يعني في ثانيه كده بكون عامله الكرشه اهي وزي الفل اهي، وهي في الحله اهو. هطلع بيها وهخلصها تنظيف وهرجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه مع بعض. تعالوا بقى نشوف الكرشه بعد ما بتتضفر زي الفل. وطبعا الديك ده هيجرفني اخر جرف، عمال كوكو كوكو. بصوا بيضه زي الفل تمام. معايا المقص بقى، اسهل طريقه للتنظيف. طبعا دي حته من المفحمه دي اهو، حته من الزور بالمقص وزي الفل. بصوا دي بتنعمل كده، بصوا كده كحت والدنيا بتبقى تمام اهو. لا الديك دي بقى ايه، ثواني بس واخلص منه. عايزه اوريكم حاجه يا جماعه. بصوا الناس اللي هم بتوع يع ومش عارفه ايه، احنا مش بتوع يع، احنا بتوع اللي هم بتوع بابي ومامي. احنا بتوع ايه الكرشه. بصوا اهو، ملناش دعوه بالناس اللي هي ايه بتجرف والكلام ده، لا احنا زي الفل اهو. بصوا خليتها عامله ازاي شمعه اهو. طبعا دي الاطراف سكينه مش كانت جابتها، فهعملها كده اهي. طبعا نضفت اهي، لحقتها كده بالسكينه اهي. دي الحلويات اهي اهي. بصوا نطفت وبقت زي الفل. ماشي في حته كده في الطرف اهي. بصوا زي الفل اهي. وهشطفها. طبعا الحوض ده هيبقى معايا ايه يعني. بصوا هعمل فيه عمايل بعد ما اخلص طبعا ده كله. بصوا طبعا في حتت هنا
اهي الخضرة مكان الكرشة، مكان العلف وكده. طبعا همسكه كده ايه، هطلعه كله عشان الحديد دي ايه بتبقى مبوظه منظر الكرشه. بصوا دي كلها علف، حاجات بتاعت علف اهي. احطها في الزباله كده، همسكها كلها اطلعها اهي. تبقى سهله في التطليع يعني، تسحبها زي الجلده كده. طبعا دي كمان اهي، بصوا اهي. هنضف الطبقه دي عشان الفيديو يشوفها طويل عليكم اهو. طبعا الحته اللي هي الجلده مش عارفه افتحها بالمقص كده، طبعا المقص حامي اهو. طبعا احنا مش شلنا في الدهن خالص اهي. فاضل حاجات بسيطه اهي. كده بالنسبه لي تمام. همسكها اشطفها وافتحها وارجع معاكم تاني اوريكم الدنيا فيها ايه. مش راضي. طبعا يا جماعه خلصت الكرشه اهي، بسم الله ما شاء الله عليها اهي اهي. اهي الكرشه والفشه قطعتهم وزي الفل. معلش معايا ملح من اللي هو الخشن ده هغسل بيه اهو. كنت جايباه من الكيس من السوق امبارح عشان اخلي بيه الفسيخ. طبعا الفسيخ مش صورته، بصوا اهو كده زي الفل كده. وهعصر ليمون اهو عشان عايزه اعمل منها كده ايه صابح صابح كده، زي ما هو محطوط في التلاجة تبقى طعمها زي الفل. بس برضه مش زي الحاجه الصابحه ولا الطير الصابح ولا الزفر الصابح، زي الفل الفراخ الصابحه. بصوا هسيبهم كده ايه يعيشوا مع نفسهم كده. وهضيف شويه من الخل. انا مقطع لحمه الراس قطع صغيره ايوه كده تمام. هشطف ايدي. طبعا معايا لحمه الراس اهي زي الفل اهي. هقطع القطعه دي هعملها 2 اهي. بسم الله ما شاء الله على القطعيه بتاعته زي الفل اهي. هقطعهم قطع صغيره زي كده، انا عايزاها قطع صغيره كده اهي. هقطعها كلها ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايب قلبي، دي الكميه اللي انا خدتها اهي عشان اعملها النهارده اهي. ودي الكميه اللي انا هحطها في الفريزر. طبعا قطعت على بعضها الفشه والكرشه ولحمه الراس كله على بعض. تعالوا بقى عشان نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه في البوتاجاز اهو. ادي الحله هي على النار. وطبعا بصوا الحله بتطش طشطشه. انا عايزاها كده قد صدمه للكرشه على طول اهي. بصوا تعمل ازاي اهي. عايزه الكرشه تاخد معايا صدمه اهو كده زي الفل اهي. هجيب اديها كده اقلبها تقليبه كده لان الحله عملت جامد انجدحت جامد اهي. وهسيبها تعيش اللحظه مع نفسها. دلوقتي معايا البصل اهو. بصوا كميه البصل دي بتتجل الصلصه بتاعت الكرشه وبتخليها فظيعه اهي. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه
من غير ما اجري الفيديو، عشان اللي قال لي ان انت بتجري الفيديو ومش بنلحق نشوف حاجه. اهو بصوا كميه البصل اهي. وطبعا الكرشه دي زي ما انا جايه لكم هي نفس الحله اللي بعمل فيها الكرشه كل مره اهي. ثواني وهتلاقوها هبطت والدنيا تمام معاها. هضيف عليها البهارات بتاعتي، وقبل ما اضيف البهارات هحط شويه فلفل اسمر وكمون كده عشان الريحه اتهفف عليا بقى وايه والدنيا تبقى تمام كده. انا عامله الكرشه دي كذا مره على القناه، بس حبيت اوريكم التنظيف بتاعها النهارده والدنيا ايه تمام معايا. حبهان اهو هنزل بالحبهان كده، وبعدين هنزل بكميه البهارات كامله. هوريكم دلوقتي، هفتح واجيب البهارات واوريكم هنحط ايه. ليمونه ناشفه اهي، وقرفه خشب، وكبيبه اهي، وهنحط الورق اللورا ويبقى الدنيا كده ايه تمام. اهو ورق اللورا اهو شويه محترمه كده. شايفين يا عسليات؟ قولوا شايفين، عارفين قولوا عارفين. اهو وكده معايا الدنيا تمام اهو. هقلب بقى جميع البهارات دي كلها واسيبها مع نفسيها كده تعيش اللحظه. عيش اللحظه بقى يا كرشه. اهي مجموعه من الكرشه والفشه ولحمه الراس والدنيا ايه اهو. طبعا بعد عيايه بقى قلت اقوم اعمل بقى ايه اكله تكون تمام كده وترد الايه المعاميع. عارفين المعاميع؟ هي بقى ايه هترد المعاميع. عيشي بقى اللحظه اهي كده معايا الدنيا تمام. هاخد الطبق دي طبعا كده البصل خلص منه، وحبه كميه الكرشه التانيه ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه، طبعا انا حطيت على البوتاجاز اهو اللي هو العدس ابو جبه عشان اعمل كشري للاولاد. وطبعا الكرشه اهي والفشه معلش عشان الصوت اهي. بصوا منزله كميه ميه تحت اهي. هحط لكم كمان شويه عشان تشوفوها. بصوا كميه ميه قد ايه. طبعا هتشرب كميه الميه دي. هقلبها بس اديها تقليبه كده اهي لحد لما اجشر كميه التوم دي كلها. عشان الكشري، الصلصه بتاعت الكشري، وعشان الكرشه. بصوا يا حبايب قلبي الكرشه اهي. بصوا فاضل فيها شويه ميه صغار خالص اهو. وطبعا جهزت التوم. بصوا كشت ازاي. بصوا اهي هسيبها لحد لما تشرب حبه الميه اللي فاضلين خالص، وبعد كده دقيت التوم هوريهولكم اهو. بصوا التوم اهو جاهز، ومعايا الحله اللي فيها دي العدس اهو هصفيه، وفي نفس الحله هعمل فيها السلقه بتاعت المكرونه. هغسلها بس ونحط ميه هسلق المكرونه على طول. هغسلها عشان العدس بياخد ويبقى عامل لون كده في الحله. اهو هحط الميه اهي عشان سلقه المكرونه تبقى معايا. وطبعا معايا نوعين من المكرونه هوريهولكم اهي. معايا نوعين، هاخد شويه من دي وشويه من دي، وشويه رز بشعريه، وشكرا على كده ويبقى الاكله جاهزه زي الفل. تعالوا نرجع للكرشه تاني نشوف نظامها ايه. اهو فاضل لسه فيها شويه ميه. هسيبها لغايه لما تشرب ميتها خالص، تخلص الميه كميه الميه اللي فيها كلها، وهنرجع نشوف الدنيا فيها ايه تاني.
عايزه اوريكم ان الكرشه شربت ميتها. بصوا تحسوا ان هي اتحمرت عشان شربت الميه، ما عادش ميه خالص. هضيف دلوقتي التوم معلقه اهي. بصوا هنزل بكميه التوم دي، والحته الاخرانيه دي هنزل بعد ما احط الطماطم. اهي ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهون، عشان ما تقولوش سرعت الفيديو. وهديها تقليبتين كده بالتومه بحيث ان التومه تطلع عليا اهي. وطبعا الناحيه التانيه الميه بتاعت سلقه المكرونه اهي. بسم الله ما شاء الله على الريحه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، مش عايزه اقول لكم الريحه فظيعه. وطبعا زي ما انتم عارفين انا مش بحط دهون ولا اي حاجه اهو يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. بصوا الريحه اقسم بالله ما عايزه اقول لكم، عايزه تتاكل وهي نيه كده لسه مش استوت الدنيا. بسم الله متظبطه. وطبعا الفشه دي انا العشق بالنسبه لي، بعشقها بعشقها بعشقها. كلمه بعشقها دي شويه الحب، دي الحب بالنسبه لي. وجوزي مش بيحبها اصلا، انا اللي باكلها. فعشان كده حاطه له ايه حتتين من الكرشه اهي مع حتتين لحمه راس كده. طبعا كده الريحه ايه طلعت من التوم اهون. لحظه كده وهنزل ايه بشويه اهو من الطماطم. طبعا انا عامله الطماطم للكل، للصلصه بتاعت الكشري، وعامله للكرشه. ساعات الكهرباء بتيجي ايه وتقول ايه اقعدوا بالعافيه، وانا اقولها الله يعافيكي يا اهي. بصوا هسيبها كده مع نفسها. وايه دي كده ايه بقيه الثوم اهو. طبعا لسه هجش الثوم تاني بقى عشان ايه الصلصه بتاعت الكشري اهو. والله فاطمه بنتي ما مستنيه تستوي، عماله تقول لي عايزه يا ماما اهي، عايزه لحمه لسه ما استوتش يا ماما والله اهو. عايزه ازود لها شويه من الطماطم كموني عشان ايه تبقى تقيله وحلوه اهي. وهغطي عليها واسيبها تعيش اللحظه مع نفسها كده. كده بالنسبه لي تمام. ميه المكرونه اهي اهي بدات تفور، هنزل بيها. طبعا انا هرجع الكرشه دي تعيش اللحظه مع نفسها. هنزل بشويه من المكرونه دي وهي مش هكتر عشان ايه على قد الولاد بس. هفتح الكيس التاني عشان احط منه شويه برضو اهو. وهكسرها نصين. طبعا الحله دي نزل فيها حتتين من المكرونه اهو. في صباع كمان اهو نزل. هجيب معلقه بس ايه هحط شويه طماطم من المكرونه الطويله دي عشان ولادي ايه بيحبوا المكرونه الطويله دي في الكشري بالذات اهو. وبعد كده مجهزه حله هي حاطه فيها زيت اهو، الماده الدهنيه اللي انت عايزاها عشان اعمل الرز بالشعريه. طبعا هرجع الحله دي ورا، او هرجع حله السلقه دي ثواني. رجعت حله المكرونه هي ورا حله الكرشه، وحطيت عشان اعمل الرز. هجيب بس سكين شعريه اهو. احط شويه محترمه كده عشان ايه بعمل شويه رز صغار. بعد كده احمل الشعريه وارجع تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا يا جماعه ادي الرز اهو. بسم الله ما شاء الله انا عامله اهو. بصوا بحب فيه الشعريه كتير، يعني الشعريه بحب فيها كتير كده. هغطي عليه عشان يستوي. وبعد كده ايه طبعا المكرونه على العدس كله على بعض اهو.
انا بعمله في حله واحده، يعني ولادي بيحبوه ما بيحبوش يغرفوا كل واحد في طبق، لا كله مع نفسه كده وايه، وبدلكوا في حله واحده، يعني كله مع نفسه في حله واحده. طبعا يا حبايب قلبي التومه على النار اهي، دي التومه على النار اهي اصفرت، هوريها لكم. بصوا اصفرت اهي، وهنزل بالطماطم عشان الصلصه بتاعت الكشري اهي. معلش البوتاجاز ايه مسحوم عشان هي عايزه اخلص بسرعه. وادي حته التومه اللي في الاخر اهي، هنزل بيها هنا، وهنزل بشويه فلفل اسمر وكمون كده اهون كده، الدنيا تمام وزي الفل. وطبعا الرز اهو، بصوا شكله عامل ازاي، استنى هوريهولكوا عشان البخار بس. بصوا شكله عامل ازاي، تحفه تحفه تحفه، والشعريه فيه كتير بسم الله ما شاء الله عليه، يعني روعه. هغطي عليه دلوقتي اهون، هسيبه يكمل سواه. وادي الصلصه هي على النار، وادي الكرشه هي لسه حاطه الجعد بتاعها اهون، يا دوبك فايره اهي، تبدا تفور اهي. دلوقتي الصلصه خلصانه والدنيا كده تمام، وهعمل الرز على العين الفاضله دي على اللي هو بتاع الكرشه. وبكده يا جماعه بسم الله ما شاء الله اهون الكشري اهون، طبق الكشري دي روعه بسم الله ما شاء الله عليه. بصوا عامل ازاي بسم الله ما شاء الله، والكرشه يا بهاراته يا تكاته يا حركاته، بصوا بسم الله ما شاء الله. طبعا ده الرز اهو، ودي غدانا النهارده، وشكرا لكم، ويا ريتكم تشتركوا في القناه، وما تنسوش الدعم بالدعاء والرحمه والمغفره لاختي.